ازيك يا كابونجا؟ ازيك يا ابله هبه؟ الامانه اتاكدي منها كده لا يكون ضربها ولا حاجه. ما ادهانيش الا لما عد فلوسه ورقه ورقه. حر ونار في جتته. اصرفهم على العلاج ان شاء الله. صبحي كويس؟ زي القرد يعني، هيكون جرى له ايه؟ متشكرة يا كابونجا، تعبتك معايا. على ايه ولا حاجه. انا عارف انها غاليه عليكي. تعيشي وتفتكري. تعيش. عايزه حاجه؟ شكرا. مع السلامه. مع السلامة. ايوه. احلف. بصي يا تونة بقى، خيرية هتفضل معاكي طول الوقت. هتعبك معايا يا حبيبتي، معلش. ما تقوليش كده يا أبلة فاتن، ده شغلي. نورتي بيتك يا تونة. اجيب لكم اكل؟ أكل إيه؟ أبلة فاتن من هنا ورايح لازم تاكل بمواعيد زيها زي الأدوية بالظبط. ما تبوظلناش النظام بقى يا عم فريد. يا أمي الناس كلها عايزة تزورك، بس الزيارات ممنوعة بقى لحد ما الدكتور يقول، ماشي؟ انا مش قادره اشوف حد يا حبيبتي، بس صدقي بالله انا حلمت بالولد اللي اتبرع لي. انتي قلتي لي اسمه ايه؟ جالي في الحلم، انا حلمت بيه. حلمتي بإيه يا أبلة فاتن؟ لقيته جاي لي بيقول لي سلامتك، انا اديتك حته مني، خلي بالك عليها. لا ده احنا كده بقى نتغطى كويس. حاضر، هعملك كل اللي انت عايزاه. وانتي بس بالسلامة وهعملك كل اللي انت عايزاه. حاضر. تهد بالله ما بكدب عليك في حرف واحد، وخفت ارجع. يا جدع انت، يعني انت خفت ترجع على عندي فتقوم رايح على الملاهي؟ ما خفتش منه وهو بيسحبك من ايدك زي العيال الصغير؟ مش كان باين عليه حاجه؟ راجل كبير وشكله طيب يعني. وانت عيل بقى صغير، راجل كبير وشكله طيب بيديك شوكولاته فتمشي معاه؟ انت عبيط يا جدع انت. نعيم ده ديب، ها؟ ديب لابس ارنب، اسمع مني يا زقزوق، ما تامنلوش. ايوه، هو اللي خلاني خايف ارجع عيني، وكنت كل ما اقول له اكلم كابونجي يقول لي حاضر وبعدها يتوه. بعدها لما لقيته حابسني كذا يوم يعني في الملاهي، فقلت لا الراجل ده مش تمام، فهربت. ماشي يا زقزوق، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كل يلا كل يا حبيبي. بسم الله. فريد نام. ألف سلامة على ماما يا هبة. الله يسلمك يا عم. هنعمل إيه بقى؟ هنعمل ايه في ايه؟ اللي في إيه؟ زقزوق؟ هنسلم زقزوق لشعبان، هنعمل ايه يعني؟ وبعدين يا جماعة طلعوني بره الموضوع ده. لا هو شعبان هيعمل إيه بقى بزقزوق؟ ما خلاص يونس هيعمل العملية وتحاليله تمام وزي الفل، وانتي رجعت لك العربية، وكابونجا خلاص نزل على التمنية، وانا مش محتاجة المستوصف في حاجة، انا خلاص همرض قبل فاتن. طيب انتوا عايزين ايه بقى؟ انا مش فاهمه. زي ما حلق لنا في يونس هنحلق له بزقزوق وندورها على حسابنا. ده صح، ويبقى إحنا كده الأربعة، وقسمة العدل بقى. 4 مين يا عم نعيم؟ انا وانتي ونعيم وكابونجا. انا مالي بقى بالكلام ده؟ بصي يا هبه يا حبيبتي، انتي وراكي مصاريف ياما، ده كفايه مصاريف العمليه بتاعت قبل فاتن، ده غير ادويه المناعه اللي بتجيبيها كل شهر بالشيء الفلاني، ده انتي يا دوب بعتي العربيه وسدتي بق صبحي وشوقي، هتعملي ايه بقى في كل ده؟ هتكفي عليه منين؟ عادي يا خيريه. هنزل دروس زياده، هشتغل شيفت تاني في المعمل، اي حاجه، بس خرجوني بره الموضوع ده الله يخليكم. وبعدين انا لازمتي ايه في الموضوع ده؟ استاذ درويش مش راضي يتكلم مع حد غير معاكي يا هبه، وبصراحه يعني عنده حق، ده انت بنت قبل فاتن وعرفتي تعملي لها العمليه وخرجتي زي الفل الحمد لله. انت بس مش مطلوب منك اي حاجه غير لما يسالك عملتي العمليه ازاي تدليه علينا. طب ما تخلي كابونجا يديله رقمك ونخلص. الراجل قافش ما يتكلمش مع حد غير معاكي. الراجل قال كده، وقال كمان عليك إنك أنت من الناس الأفاضل. حبيبي يا عم نعيم. من غيرك يا هبه احنا الثلاثه هنلوص، المصلحه هتطير، ودرويش عايز يدفع مش هيعز على امه حاجه. بالله عليكم يا جماعه، انا ما صدقت امي تخرج من المستشفى واخلص من الحوارات دي كلها. يا هبة يا حبيبتي، ما فيش أي حاجة، دي خدمة. وهنساعد الراجل يلحق امه عادي يعني.
وهنتراضى بعد العمليه باي قرشين. ما تزعليش مني يعني يا هبه، عمليه ابله فاتن دي ما طلعناش منها باي حاجه، طلعنا من المولد بلا حمص. ما نستاهلش منك يعني خدمه صغيره بعد اللي عملناه معاكي؟ ده انا حطيت روحي في ايد شعبان عشانك وعشان ابله فاتن. يلا يلا استهدي بالله كده وفكري. خير باذن الله. ان شاء الله. الو. أنا آسف إني بكلمك متأخر. لا ولا يهمك. أنت أكيد حاسة باللي أنا حاسه. أمي هتروح مني يا أستاذة هبة، ومش طالب منك أكتر من إنك تدليني بس أعمل إيه. والله يا استاذ درويش انا عملت اللي زي كل الناس بتعمله. يا أستاذة هبة أنت فهماني، أنا والله لو أقدر أدفع الفلوس دي كلها هعمل كده، بس الحالة على قد، وعشمان تقفي جنبي. إحنا ولاد حتة واحدة. أنا نفسي أعمل زيك، شاوريلي بس على السكة وأنا هكمل. بصي، ما ترديش عليا دلوقتي، بس عايزك تفكري في حاجة واحدة بس. لو في ايدك تدليني بس على طريقة انقذ بيها امي، هتعملي كده ولا هتسيبيها تموت؟